فكه تتصور ايه؟ قلت اصور شويه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. منظر ايد عامل ازاي؟ ما يشجعش خالص، مش عايزه اغسل واعكم ايدي دي. حضرتك الطلبات؟ بصي هي جايبه كل حاجه. تسلم. تعبت. هبطت. انت قاعده من ساعتها هنا كمان. والله هبطت. انا كنت قاعده بتهوى وكنت بحس الجميل الحاجه حلوه. الحمد خد له بوز. فاضي. بسم الله ما شاء كده دلوقتي الله. نرميه. بسم الله ما شاء الله. كده دلوقتي نرميه. بطاطس. لسه في ايه يا ماما؟ لا دي منجة بقى عشان التخزين. يا ماما انت مش بتجيب لنا منجه ناكلها ليه؟ مش ايه؟ ده انا اكتر حاجه جبت لكم ايه المنجة. دول والله سيا خضرة هسيبها بره، يعني لها كام يوم كده عم تبدا تصفر وتطرى كده، اقوم جاي حطها غسلاها كويس وحطها فين في الفريزر. اما دلوقتي مش هعمل فيها اي حاجه خالص، ولا هغسلها ولا اعمل فيها حاجه. انا هفردها على صينيه كده واحطها ايه، اسيبها تحت سرير في اوضه تراوح في حاجه، على ترابيزه في حاجه كده، اقوم جاي حطاهم. بعد كده بقى ايه، نبقى نغسلها ونحطها في الفريزر، لان انا طبعا اللي انا جبته كنت فرزته معاكم، وفي حبه حطيتهم بحالهم كده برضو، بس ما كانش يعني مش كان هيكفوا، مش هيكفونا ان شاء الله، يعني نعيش لو كان لنا عمر لرمضان ولا كده. فانا ايه قلت اما اجيب بقى النهارده فرصه، المانجا خلاص يعني كل سنه وانتم طيبين هتبدا تروح، وهي خلاص بدات تغلى، طبعا هيمنعوها عشان انها تتصدر، فقلت بقى اما انهض ليها شويه النهارده. فرصه بقى. طبعا احنا النهارده انا لسه جايه من السوق وتاخرت. كنت رايحه اصلا متاخره، عم قمت من النوم كده كانت راحت عليا نومه، وطبعا لسه مش فطرنا بقى ايه، هنشوف كده الطلبات ونقوم نفطر كده مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه المانجا دي النهارده، يعني اللي عايز يخزن ينهض يخزن، لان هي خلاص كل سنه وانتم طيبين هتبدا تروح وهتبدا تغلى ماشي. فاحنا بقى ايه، اللي كان اللي حابب يجيب عشان يخزن بقى اليومين دول. ديله 6 كيلو ربع والله ما شاء الله. المانجا على 40 جنيه حبايبي، ب 35 جنيه. طبعا هنسيبها كده عشان نغسلها لما ايه تبدا تصفر، اللي تبدا تصفر وتطرى كده شويه، اقوم جايه غسلاها واحطها في الفريزر ان شاء الله. عشان حبايبي اللي بيسالوني مش بتقول الاسعار ليه، انا بعدين بقول الاسعار اهو يا حبايبي. هعمل اكتر من كده. المانجا دي انا جبتها اللهم صل على النبي كانت ب 35 جنيه، فاحنا يعني ايه الله المستعان. طبعا دي بطاطس شفناها اهي مع بعض، هن ايه هحطها في التربو ماشي، فهركنها كده على جنب. ده بلح زغلول يعني دي بتاعي بقى. نقول له كوش على الجميع بقى. شايفين؟ احمر لا احمر بقى ملون، الحمر اللي حمرها غامق، شايفين اللي هي الرطبه دي. دي بقى بتبقى يعني شايفين الكيس لسه بقى هيتغسل طبعا. شايفين البلحه ما شاء الله، البلحه اللي تلاقيها جمعها يعني حلو كده ابيض، تلاقيها ايه مسكره. شايفين البلحه غامقه ازاي؟ انا امبارح كلتها لقيتها بص دي بقى مسكره مسكر كمان بجد والله. ايوه ما شاء الله مسكر. كان الكيلو ب 20. فانت جبتي الموز دي بقت ازاي؟ مش عارفه البيت ملوكه حبيبه قلب امها بتموت في الموز ونفسها فيه. احنا بصراحه مش جبناه من زمان، بقالنا فتره، لان اصلا ما كانش فيه في السوق يعني موز، بيبقى قليل لما بيجي، بيبقى مع نفر واحد او كده، فبيبقى ايه الموز قليل شويه، وبيبقى غالي برضه في نفس الوقت، مش هكذب عليكم يعني. فانا النهارده قلت له ايه هات النهارده ايه، قلت ما اجيب بقى عشان البيت ملوكه نجيب لها ايه لو كيلو موز حتى. قلنا نجيب له موز كده، بس هو صغير بس ما شاء الله مسكر بلدي. الهنا يدول عشان ايه تعرفي قيمتي، تعرفي ان ماما بتحب، وعارفه انت بتحبي ايه وبتحبي تجيبيه. شكرا يا مامي حبيبتي. طبعا الشطه دي، الشطه اللي هي الحمراء دي
انا جايباها النهارده عشان اعمل شويه مخلل كده معاكم، ليمون. تاني برضه حبيبتي اللي طلبت مني قالت يا سوسن عايزينك تعملي لنا طريقه المخلل بالليمون، اعملي لنا طريقه كده سهله. هعمل لكم النهارده ان شاء الله معانا طريقه المخلل ليمون، ازاي نخلله وطبعا هعمل معاه برضه شويه شطه كده عشان يبقى ايه طعمه حلو ومشطشط كده حلو. لان بصراحه انا مش عارفه اكل من غير المخلل اليومين ديله. وبصوا هين علي ان انا افتح برطمانات الزيتون عشان اطلع منها الشطه بس مش هينفع. فانا كنت بقى ايه هجيب حبه واعملهم تانيين لوحدهم ليمون وشطه بس عملوكوا يستوي ان شاء الله. طبعا ده هنعمل منه كده هريسه شطه النهارده ماشي، نعينها في الثلاجه مع بعض، وهنعمل برضو نعمل منه على المخلل ان شاء الله ماشي. كانت كيلو والله النهارده من الاحمر ده ب 15 جنيه. الشطه الحمراء اغلى من الشطه اللي هي دي اهي، اغلى من الشطه الخضراء الالوان اللي هي الخضراء دي اغلى من دي ماشي. دي كانت مش عارفه برضو كانت 15 وكانت ب 12 يعني، بس دي ماسكه على 15 بصراحه يعني. انا عندي هنا شطه من الاسبوع اللي فات، شطه من اللي كنت عاملاها زيتون حاره، كم يعني حبه صغيرين كده هعملهم النهارده ان شاء الله برضو معاهم. وكان عندي شطه ثانيه من اللي كانت ماما جايبها لي في الموسم، وربنا يخليها لي وما يحرمنيش منها ابدا. بحبك يا امي، يا رب يخليكي لينا يا رب وما يحرمناش منك ابدا، ويجيبك لنا يا بابا بالسلامه، وترجع لنا يا سموره بالسلامه كده وعمرها مقبوله ان شاء الله. كانت جايبه لي الشطه دي. الشطه برده عندي في الثلاجه، والله كان عندي بتنجان من الاسبوع اللي فات من اللي هي كانت جايباها وعملتها معاكم محشي فايض برده بتنجان يعني. فايض لسه في طلبات وفاكهه من اللي هي كانت جايباها والله يا حبيبي. بس انا قلت ايه برده لازم ولا بد النهارده نروح السوق ونجيب شويه طلبات كده. انا كنت بصراحه عايزه اجيب زيتون النهارده كمان، بس ما لقيتش ولا واحد في السوق معاه زيتون، مفيش حد خالص جاب زيتون النهارده. البرتقال بقى ايه الله الله شايفين ملكه لو تشوفوها من ورا الكاميرا ما اقولكوش على المصوت، يا اول مره تشوفوا لسه يعني موز وبرتقال من نفس ما الوقت. كترتش منه ليه، انا جبت كيلو واحد علشان حلو. هو غالي، مش كده غالي، هو لسه اخضر فانا مش حلو. خايفه يعني يكون حادق ما ياكلهوش. فانا قلت ايه انا هجيبه برده من الريحه ومن نفسي كده ناكل منه كل واحد لو واحده حتى، بس يعني مش هحرمهم من حاجه، ما بحبش احرمهم من حساتنا. الفاكهه بتطلع عندنا هنا في السوق اول ما بتطلع لازم اجيبها حتى لو هي لسه مش حلوه. انا اتعودت على كده وماما عودتنا على كده بصراحه. اديله كيلو. انا قلت ايه كل واحد ايه تعالى في مفاجاه تعالى غمض عينك اشوف ده يتصدم صدم. يتفاجئوا بيه. غمض عينك. واو برتقال وموز بيستغربوا بس يا حمد هترجع تتجوز. وماما جايبه لك موز. بالك موز يا معلم، ده انت بتعشق الموز. شايفين على طول. طبعا البلح ده برضو انا جبته عشان اغسله واحطه برضو في الفريزر ايه النوبه دي كمان يعني. انا كنت النوبه اللي جبت الكيسه اللي انا عملتها وحطيتها والله لسه مش طلعت منها بصراحه، لان انا كان عندي البلح اللي كانت ماما جايباه من في الموسم فكان كتير فعشان كده ايه ما رضيتش بقى ايه ان انا اطلع منه، وقلت اما ايه نخلص الثلاجه نطلع من الفريزر بصراحه يعني. بس انا لقيت بيه النهارده فرصه وسعره مرتاح. الكيلو فيه كان ب 10 جنيه، ب 10 جنيه او ب 10 جنيه. كان في ناس بتبيعه ب 20 وب 25 وب 30 والله العظيم يا عبد، بس كان في واحد بيبيعه ب 10. وبصراحه انا جبته كمان من الكيلو ربع ب 10. شفت انا موفره ازاي وشطوره في نفس الوقت. قولوا لي بقى ايه رايكم في الكومنتات، اعرف اسوق ولا ايه؟ انا بصراحه يا حبايبي ما كنتش بحب السوق ده خالص خالص كده. ليه؟ والاول ما كنتش اعرف يعني الناس بتتزوج ازاي، لان والدتي طبعا ربنا يبارك لنا فيها لحظه ما كانتش طبعا تخلي حد فينا يروح السوق ولا يعمل حاجه واحنا بنات. كنا على طول بس في البيت، والمحل كان عندنا محل كده دكانه، فكنا ايه على طول في البيت او المحل والمدارس وكده، فما كانش في حد هنا بيروح سواق ولا نعرف يعني ايه سوق. استنى يا حمد. المهم ايه فاول ما اتجوزت كده بقيت يعني مش عارفه يعني انا بالسوق، طب هما بيسوقوا ازاي، طب مش عارفه ايه. فكل يعني ايه على يعني زي ما بيقولوا كل ما يعني تعملي الحاجه بتزيد خبره ماشي. فاحنا طبعا واحده واحده كده نتعلم ونبقى شطار كده، وواحده واحده برضه لازم يعني في الغلا اللي احنا فيه ده لازم نتصل شويه في الحاجه يعني، لان الله الوكيل البياعين عايزوا حاجه يعني اجرب الله استغلوا الظروف والله يا حبيبي. ده بلح اهو. نعم خليها معاك. طبعا بقى ايه تشربة بوز يا حموده؟ شربت يا ليه؟ ليه؟ تشربة بستان؟ نعم يعني كده ما عادش ليه؟ صح؟
ده بتاع النونو وده بتاع مين؟ ملوك. ولعلمك التاني اللي انت شربته كان بتاع ملك اللي الراجل مديهولك وقالك ده بتاع مين؟ جالك بتاع مين؟ ما ترد. بتاع مالك. طب ما انت كده عارف كده رايح شربته ليه؟ اشرب واحد تاني. يعني انت حاطط سبت بتاع مالك ورحت خدت واحد صغير وشربت، وبعد كده رحت خدت بعد ما خلصت التاني الصغير رحت خدت واحد تاني. واحد كبير. وبعد كده خدت بتاعي هو كده يعني ايه الراجل قال له دي بتاع ملوكه، كل اسبوع بيبعت لملوكه واحد هديه كده ايه الراجل عندنا في السوق، ويقول لي هي فين لما مش باخدها معايا، يقول لي ايه دي الكيس بتاعها مش كده عاوز. هو حاطه وخدها تاني من الكيس عشان الشبكه بتاع ملوكه. شايفين يا حبايبي؟ شايفين الافتراء اللي فيه؟ ده واخد كيسين كده. كده يا ملوكه دي ليا انا وانتي، ليا انا وانتي ها مش ليك انت يعني. المهم خلينا في المهم بقى. جبنا طبعا الليمون اهو، ده طبعا الليمون الكبير ده انا هنجده ماشي عشان اسيبه ايه طبعا ايه الكبيره دي انا هنجدها لوحدها في كيسه ماشي اهي. يعني ايه الكبيره اللي احنا كده هننجدها طبعا تبقى عندنا في الثلاجه، تقعد معانا طول الاسبوع. الصفرة دي بقى لها في الثلاجه، لو هي ليمونه خضراء زي كده بسيبها بره الثلاجه بتصفر وبتبقى ايه فيها ميه وحلوه، طول ما هي خضراء. لو هي صفرة ما بتستحملش عشان الحر فبحطها في الثلاجه تقعد معايا ممكن تقعد اسبوع 2 والله حبيبي. فاحنا هننجد اللي هي الكبيره، وطبعا الصغير ده اللي هو ده طبعا هنخلله مع بعض وهنشوف الطريقه ازاي ماشي، عشان اللي حابب يعمل ليمون مخلل. طبعا ده احنا قلنا هنغسله ماشي مع بعض عشان برضو ايه يعني نسيب منه حبه بره او نحطه في الفريزر على حسب يعني. طبعا انا عندي بلح احمر فممكن ان انا احطه ده في الفريزر لما يرطب، لان هو بيبقى ايه انا ما بحبش بصراحه البلحه الصفرا دي يعني اكلها ناشفه كده، بحس ان هي يعني مهما تكون مسكره برضو بحس ان هي مش مسكره زي الحمرا، فبحبها ترطب شويه. وما بحبش اجيب البلح الرطب اللي هي الصافي من السوق علشان بحس ان هي مش لذيذه كده بصراحه يعني. ده برضو عنب كريسمي اهو، ده عنب ان شاء الله كان في السوق العلب النهارده ب 30 جنيه، ب 30 جنيه جنيه ينطح جنيه، بس برضو ده انا جبته ب 20 جنيه. هو والله العنب مش عارفه كل واحد بيبيع سعر ليه يعني بصراحه، يعني ده جشع ولا ده ايه بالظبط انا مش عارفه. شايفين العنبه جبت لهم برضو كيلو، مش لازم يعني نجيب من كل حاجه كميه، احنا طبعا مش كتير مش عيله كبيره، فانا بحب اجيب بدل ما اجيب نوع 2 كيلو لا اجيب نوع واجيب نوع تاني مختلف حاجه تانيه. يعني الاولاد بيحبوا يغيروا في نوع الفاكهه كده، مش تبقى هي كل يوم يعني مثلا عنب او بلح او كده، لا لازم نغير يعني حاجه جديده طلعت زي دي مثلا، بدل ما اجيب 2 كيلو عنب لا اجيب كيلو من ده وكيلو من ده ماشي حبايبي. يعني ايه كيلو موز وكيلو بلح، كيلو عنب وكيلو كده، يعني مش لازم يبقى كله بلح او كله عنب او كله حاجه واحده، ده حلو. طبعا انا جبت الخيار اللي هو الصغير الرفيع ده اهو، خيار حلو بلدي ان شاء الله عليه جبته، وان شاء الله هخلل منه. ويعني ايه انا يعني مش برتاح في الخيار المخلل قوي بصراحه، فانا بقى هعمل لا ده طعمه حلو كام واحده كده، هعمل حبه يعني منهم الرفيع ده هنجيه واعمل منه حبه كده مع المخلل بتاعنا النهارده ان شاء الله وهنشوفه مع بعض. بعملي لي حبه عشان انا بحب. وسع بقى وسع ايه طماطم يا لهوي ده صغير والله يا حبايبي يعني وب 50 جنيه. 50 جنيه ايه؟ لا الطماطم الكيلو ب 25 جنيه يا لهوي داخل على 30 جنيه يا حبايبي، مفيش كلام يعني. ممكن الاسبوع الجاي يقولوا لنا الكيلو ب 30 و 35 جنيه زي المانجا والله العظيم. طماطم بعد الصور بقى حاجه اديني صوره يا لولو والنبي شايفين؟ ده هم بس ب 50 جنيه بس. الجلدر 50 كيلو مش عاملين حاجه، ده احنا لسه هنجيب. وانا عندي طماطم الاسبوع اللي فات بس انا كان نفسي اجيب حبه حلوين عشان ايه اخزن منهم شويه عشان لو رفعت، بس بصراحه لقيتها غاليه قوي والعمليه بسم الله ما شاء الله فرطت معايا خالص النهارده. انا ما بروحش السوق دي مره وارجع بفلوس ابدا يا وليه، مش عارفه ليه قلت لكم كده ولا دي بس. يعني انا بصراحه عايزه اعرف حاجه واحده بس، يعني يا ريت تكتبوا لي عشان مش هحس ان انا نفسيتي تعبانه. كل الناس بتروح السوق وبترجع معاها فلوس ولا بيرجعوا من غير فلوس؟
يعني زي حالاتي كده. انا طبعا الحمد لله ولله الحمد، ولا شيء ولا جنيه، يوحد ربنا. والله العظيم. فاكتبوا لي كده يا حبايبي، يعني ايه، شجعوني كده، يعني مش هبقى لوحدي، يعني مش هبقى انا لوحدي، خلي حد معايا يعني في الايه، تهمة. في اللي انا فيه ده. زي ما انتوا شفتوا كده يا حبايبي. ودي الخضرة دول كان ب5 جنيه خضرة. طبعا الخضرة بدأت ترخص شوية، في ناس بتبيع الربطة ب5 وفي ناس بتبيع الاتنين ب5، مش كله يعني. فبصراحة كانت في واحدة يعني عايزة تروح فقالت التلاتة ب5، وانا كنت لسه رايحة يعني على باب السوق كده فجبت منها. طبعا بقى يا حبايبي الشبت ال3 ربطات جبتهم ب10 برضه. وطبعا الجوافة كانت الكيلو ب30 جنيه، 30 جنيه. والله العظيم انا يعني بستغرب في الاسعار النهارده، اسعار رهيبة رهيبة فوق ما تتخيلوا. طبعا الكمثرى برضو ب30 جنيه. والله بصراحة يعني الكمثرى ب30 جنيه، عنب ب30 جنيه، جوافة ب30 جنيه. هو مش عارفة هما موحدين السعر ولا ايه. الله المستعان على الناس. ربنا يرحمنا ويكتب بينا يا رب، يا رب يكتب بينا. طبعا اللهم صل على النبي. احنا جبنا كده بقى برضه السمك ما شاء الله اهو، سمكه ما شاء الله، يعني دي نص كيلو برضه زي الاسبوع اللي فات. انا حبيت اجيب منه، قلت له انا عايزه السمكه نص كيلو، قال لي بصراحه يا مالك النهارده السمك يعني ايه صغيره شويه عن بتاعت الاسبوع اللي فات، فممكن مش يجوا الاثنين، يعني يبقوا ايه، نختار 3 سمكات ولا عايز يجي كيلو. قلت له لا انا عايز اتصرف. حاول كده لما قعد يحاول كده لما ايه جاب لي 3 سمكات كيلو بس ما شاء الله يعني. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، بحبكم في الله يا احلى اخوات. ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات الاسعار دي عندكم كده ولا احنا هنا بس كده في استغلال. طبعا الرمان ده كان في السوق الكيلو ب15 جنيه، وكان فيه منه سكري، بس احنا حبينا ايه نقول يعني نغير كده برضو ونجيب كيلو كده عشان الاولاد كده. وانتوا عارفين بقى يا حبايبي دي كانت مشترياتنا. وطبعا قعدت كده جبت ربطة الخضرة كده وقعدت بقى ايه فرستها كده، حشت العود الاصفر يعني لو ورقة شينة ولا حاجة. وبعد كده عشان اقوم اغسله وانقعه في خل كده عشان البكتيريا، هنقعه شوية كده واقوم بقى ايه وبعد كده بغسله. في الوقت ده كانت ملوكة بعد ما خلصت في تفضية الطلبات، ملوكة خدت المجشة قالت يا ماما هنزل اكنس السلم عشان انت مش قادرة. قلت لها خلاص يا لولو. ودي طبعا كانت المية اللي هي بتتسلق. طبعا المية بتغلي علشان خاطر هسلق بتاع ده الليمون معاكم زي ما انتم شايفين. بعد ما المية بتغلي بسقط فيها الليمون كده واسيبه، يعني اول ما بيغلي غلوة كده بقوم جايه ايه مطفيه عنه. ولو لقيتوا الليمونه اتفتحت زي دي كده يعني ايه طلعوها من الميه ما تسيبوهاش عشان مش تنهري مننا. وممكن طبعا وتفتحوا عليها الميه بقى ايه تبرد ماشي. وكل شويه تغيروا عليها، ممكن تقعد الليمون ده في الميه يقعد يوم او 2 او تعملوه مثلا الصبح وتحدقوا اخر النهار. المهم ان ايه تنزلوا المراره منه. طبعا المية بتاعته مش هرميها، هسيبها تبرد كده وبعد كده هحدق بيها المخلل بتاعي. واللهم صل على النبي البلح بتاعي كنت غسلته وسبته الصفة كده وحطيته في كيس عشان احطه في الفريزر. ودي كانت بامية كنت ايه طلبها من واحدة جارتنا. بعد ما جيت من السوق لقيتها بتنادى عليا بتقول لي انا جبت لك البامية دي، كانت لسه جايه من الغيط صبحة. طبعا اللي اتنفخ اللي المثل الجريه اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. انا الاسبوع اللي فات يا حسره عليا عملت ايه؟ طبعا لما كنت بعمل في الزيتون ايه قعدت طول النهار مش عالجه ايدي كده من الشطه والنار اللي كانت فيها. بس انا كنت بس اكياس، انا كان عندي اكياس اللي هي جوانتات دي بس مش عارفه هم فين بصراحه دلوقتي. فانا قلت الجيش قال ايه اتصرفوا بس مش تسيبوا حالكم تولعوا تولعوا الدنيا كده. انا طبعا النهارده اعمل شويه الشطه دول وكلهم نور. انا قلت لا مش هعيد الكره تاني، وارجع تاني هقعد اصرف. قلت لا انا كده باجي اعمل ايه؟ البس الكيس واحمي نفسي شويه حتى لو ولعت مش تولع جو يعني. بحبكم بالله. طبعا في الشطه الحمراء دي طبعا بفتحها كده وايه وهدجها في الهون. طبعا دي هعمل لسه شطه للمخلل. ممكن تضربوها في الكبه لو الكبه طبعا موجوده او كده. انا كبتي طبعا الحمد لله مش شغاله. ممكن تضربوها في الخلاط طبعا برضو ماشي. بس انا بصراحه احتمال يعني ايه ادوبهم كلهم كده ممكن اعمل حبه كده وحبه في الخلاط عشان انجز يعني. طب الكبة مالها يا ماما؟
بايظه، فيها حته اتكسرت كده عايزه تتقطع. طبعا يا حبايبي دي الشطة زي ما انتوا شايفين معايا كده، انا هقطعها حتت صغيرة كده، واحط الشطة الحمرا دي في الهون وهدجها ماشي برشة ملح كده. هعمل هريسة شطة في الهون كده. وطبعا الفلفل الاخضر ده، الشطة الخضراء هقطعها كده حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين. بقول لكم الشطه الرفيعه دي كانت شطه يعني بصوا نار من جهنم. في ناس بتقطع الشطه كده للمخلل زي ما انا قطعت كده حتت صغيره، وفي ناس بتسيب الجرن حلو كده. طبعا يا حبايبي يعني احنا اللهم زي صل ما على انتوا النبي، حابين، الليمون الطريقه ده اللي انتوا صفيت حابينها عليكم ممكن مره تعملوها. وممكن ده تسيبوه برضو يوم بيتحدق وده واتنين بيتحدق. تحت الميه كده، يعني كل شويه وفي ناس تغيروا عليه بتقطع الميه وتصفوها عشان المراره اللي فيه. برضو وطبعا ايه اللهم صل على يعني النبي، يعني يحتاج معانا بسرعه عشان عود ايه يقعد فتره الشطة لما ايه كده يحتاج بتقطعه والميه تروح منه. نصين فانا طبعا وخلاص عشان ماشي. هعمله بس مع بعض انا بقى استاذن، حبيت ان ممكن انا اسيبه اعمله بكره حتت واعمل باقي الوقت صغيرة كده. عادي هحداه واسيبه بكره وهقطع هبقى برضو افضيه الخيار عليه. هشقه نصين كده بس او انا 4 ارباع. هعمل كله مره واحده وهقلب عشان كله احطه في مع بعضه البرطمان وهنشوف مع بعض. وخلاص. اهو انا هقطعه ماشي. حتت صغيرة طبعا كده دي الميه اللي هي بتاعت وهخلص الليمون الكمية احنا اللي معايا غاليين دي طبعا كلها في زي ما انتوا ميه الليمون شايفين. المغليه، سيبناها لما بردت طبعا مش هنرميها وكل هنحدد بيها الاحمر ده الميه دي. انا طبعا هخرطه مفيش كده مراره، واحطه وطبعا في الهون يعني بتخلي عشان يبقى الحادق او سهل معايا المخلل في يعني حاجه ان تانية انا غير ادقه الميه ماشي او اللي هي اهرسه. العاديه. طبعا ممكن هنغلي ميه او كده، لا يبقى دي طبعا كانت ميه الليمون شايفين ومغليه اهو. كده كده يعني. وبعد ده كده طبعا خلصت الشطه الكمية اللي احنا بتاعتي دبيناها مع وده بعض الخيار اهي بتاعي والشطة. اهي نقلبها في واللهم الحاجه صل على كده النبي. ونقلب الليمون الشطة عليها. الحمرا حطيتها في الهون وعليها رشة ملح وهدجها كده هنعمها خالص على قد ما اقدر. وبعد كده هفضيهم على بعض. هجيب الليمون كده زي ما انتوا شفتوا قلبت كل الخلطة مع بعضها. وهجيب المية بتاعتي اللي هي دي. طبعا هحط فيها الملح بس. هجيب البرطمان ده، البرطمان ده بياخد 2 كيلو من المخلل ماشي. يعني باخد كمية 2 كيلو. واللهم صل على النبي. هعبي كل الكمية اللي معايا كده. وطبعا الهريسة دي بتاعت الشطة دي انا مش هرميها ماشي، هحطها عليها طبعا. وبعد كده المية اللي احنا سلجينها مع بعض اهي. حط على اللتر المية 5 معالق من الملح ماشي، او 6 معالق. طبعا الليمون والشطة بيحتاجوا بسرعة وبيتاكلوا على طول، غير الزيتون بيغيب شوية. فاحنا ممكن يعني عادي نزود له ملحه ونظبطه. اللهم صل على النبي. طبعا برضو معلقة سكر، لان انا نسيت ايه اقول معلقة السكر دي بصراحة، بس انا حطيتها في الاخر. وهفضي كل الكمية كده وهحط عليهم 2 3 معالق من الخل. وهحط على وش البرطمان كده شوية من الزيت طبعا عشان يمنع الهواء يدخل للمخلل وما يعملش بكتيريا على الوش كده. بعد ما نقفل البرطمان بتاعنا حلو، هنقوم جايين قلبينه كده كام قلبة ونسيبه بقى زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله هو ده المخلل الحلو بتاعنا. دي كانت هريسة الشطة بتاعتنا. دجيت الفلفل الاحمر اللي هو كان بيجي معايا، وحطيت عليه كام فص ثوم كده هرستهم مع بعض، وشويه خل كده، وعصرت عليهم ليمونه. وطبعا هحطهم في برطمان كده جزاز ولا اي طبق او علبه بلاستيك. وهحط على وشهم معلقه من الزيت كده عشان برضو البكتيريا. وهسيبها في التلاجة لاي وقت احتاج فيها ان انا مثلا اعوز معلقه شطه ولا حاجه تبقى موجوده عندي. وده كان فيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم والسلام عليكم.